المصري كبير افريقيا، لكن مع الاتحاد اصغر فريق في افريقيا. نفوز 4 الأهلي. الاهلي حديد وليد سيحه، حطه في ازوزه وراح يفسحه. بص، انا هرد على جمهور الاتحاد السعودي في نقطتين. اولهم خارج الملعب، وثانيهم داخل الملعب. ومن البدايه كده، لو الاتحاد السعودي كسب الاهلي المصري جرد الميه بالوانه في نص الشارع، عشان الاتحاد مش هيكسب. اولا يا جمهور الاتحاد يلا حافظ مش فاهم الثلاث مرات اللي انت عمال فاضحنا بيهم وكسبتنا يا عيني. كان اخر واحده فيهم في 2005، كانت الاولى في 1995، الثانيه في 2001 ان لم تخن الذاكره، الثالثه في 2005. احسب بقى الاهلي من 2005 ل 2023 دخل كاس العالم كم مره؟ انت دخلت كاس العالم كم مره؟ الاهلي خد كم افريقيا؟ انت خدت بطوله اسيا كم مره؟ الاهلي خد كم دوري؟ انت خدت كم دوري؟ الاهلي كعب وعالي على افريقيا وعلى اسيا وعلى اوروبا. احنا كسبنا روما، كسبنا ريال مدريد، يعني ان لم تخني الذاكره كسبنا حاجات كتير. بس انا عشان بس ايه ما اقولش حاجه وتطلع غلط، انتوا كسبتوا مين يا حبيب قلبي؟ خارج الملعب بقى انت عمال تقول لي طعميه. طعميه ده مش اللي انت بتيجي تعمل عنده سياحه والعالم كله بيجي يعمل هنا سياحه حضاره 7000 سنه؟ هتيجي تقول لي ما احنا برضه بنيجي شارع الهرم. ما انتوا بقى شارع الهرم عندكم بلاش نتكلم بقى، ما احنا عارفين كل حاجه بقت بتحصل في السعوديه. خلاص يا حبيب قلبي، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. لازمتها ايه بقى الفنطزه والعنطزه؟ وكلنا عارفين انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه يا حبيبي. واللي ملوش ماضي ملوش جديد. بس انتوا احترامكم كلكم لمكه والمدينه، ولو على مصر فحضارتنا 7000 سنه. انتوا بقى اصلكم ايه؟ وطبعا ما بقللش من السعوديين، بس كلامي ده لبعض جماهير الدوري السعودي اللي حافظين مش فاهمين يعني ايه مصر، ويعني ايه حضاره مصر، ويعني ايه اهلي، ويعني ايه زمالك. السعوديه واهل السعوديه وجماهير السعوديه على دماغي، بس اي واحد هيغلط في مصر لازم يتحط عليه. وعشت يا بلادي تاريخك محدش عارف حتى يقول علينا كلمه واحده، وكل كلمه ليها الف رد. احلى مسا عليكم يا نجوم مصر.